هذا الكم الهائل ديال المناضلين والمناضلات ديال حزب الاصاله والمعاصره اللي جاوا من جميع ربوع الجهه الشرقيه من الاقاليم الثمانيه، الحمد لله مجندين باش ينجحوا هذه المرحله، لانها مرحله ليست كالمراحل الاخرى، لان هذه المرحله جات من بعد المؤتمر الوطني الثالث، واللي انه خص من بعده خص الهياكل التنظيميه تكون، والحمد لله اننا توفقنا اننا ننجحوا هذه النسخه الثالثه. كذلك حضور بعض اعضاء المكتب السياسي اللي جاوا يساندونا وقوونا باش ننجحوا هذه المرحله، كذلك البرلمانيين، رؤساء الفرق ورؤساء بعض المنظمات الموازيه للحزب. اللي كانوا تيراهنوا على تشتيت ديال الحزب بعد ما تلقى بعض الضربات مؤخرا، تنظن انه الرساله اللي كانت واضحه هي هذا الحضور الغفير. في الحقيقه هذا احسن جواب للخصوم اللي كانوا كيعتقدوا انه الحزب بعد ما غيتلقى ضربه ولا جوج راه غيتشتت في هذه المنطقه. هذا خطا كبير. اليوم حاضر اكثر من 45 رئيس جماعه، 6 ديال رؤساء مجالس اقليميه على 8، اكثر من 730 مستشار منتخب و12 برلماني ما بين الغرفتين. تنظن انه هذا كافي، انه الناس مازال متشبته بالحزب، لانه بينوا اليوم انه هذا حزب مؤسسات. الحزب جدد الهياكل ديالو في المؤتمر الوطني، جدد الهياكل ديالو في المجلس الوطني، اليوم كيعاود يجدد الهياكل ديالو على المؤتمر الجهوي في هذه المنطقه العزيزه. اليوم حاضرين 13 عضو من المكتب السياسي بكذلك معيه وزيره الطاقه والمعادن وضيوف سياسيين اخرين. احنا اليوم كنحضروا المؤتمر الجهوي الثالث، وهي محطة تنظيمية مهمة جدا التي سيتم ان شاء الله خلالها انتخاب الامين الجهوي. كانت تمثيلية مهمة من الاحزاب، حضر معنا المكتب السياسي بجل الاعضاء ديالو، حضر معنا ممثل القيادة الثلاثية، والحمد لله كان واحد الحضور قوي جدا جدا، يعني ما تعدى 1000 مناضلة ومناضل. هذه فيه بزاف ديال الرسائل بان الحزب قوي في جهة الشرق. نشكر المناضلين والمناضلات كل واحد باسمه وصفاته في الحقيقة اللي ساهموا لإنجاح هذا المؤتمر الجهوي الثالث لجهات الشرق، لأجل باش يدعموا الجهة الشرقية باش تكون الاستمرارية، باش نحتفظوا على الرصيد ديالنا اللي حققناه في الانتخابات الماضية، وعلاش لا ان شاء الله بحول الله مازال غادي نحققوا ان شاء الله في الانتخابات الماجية.